الذكاء والوقاية من أخطار الأمطار الموسمية الناجمة عن التقلبات الجوية، والوقوف على الوضعية العامة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، بالإضافة إلى حصيلة التسممات الغذائية المسجلة على مستوى الولاية والتحضير للدخول المدرسي المقبل. كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن حصيلة التدخلات جراء استعمال الألعاب النارية والمفرقعات خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب ذات المصالح قامت وحدات الحماية المدنية بعدة تدخلات من أجل إخماد 41 حريقا ما بين حرائق منزلية، سيارات، أشجار وحرائق مختلفة عبر عدة ولايات. وتدعو الحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من الحيطة والحذر وتجنب استعمال المفرقعات والمواد النارية لا سيما طيلة أيام الأسبوع الجاري. هذا وقامت مصالح الجمارك بحجز ما يفوق 1 مليون وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من خلال العام الجاري. وبمستغانم تمكنت مصالح الجمارك من حجز حاويتين من المفرقعات بميناء مستغانم ضمن نشاطاتها. هذا وتدعو مصالح الأمن المواطنين إلى الرفع من درجة الوعي والتصدي للظاهرة. يقول محافظ الشرطة لهذا التكفير التسجيل أقول لزهرة بسطة. بالنسبه لدخول المدرسه البلديه السويديه عندنا 14 مدرسه ابتدائيه متوسطتين وثانويه، متوسطه في السويديه مركز والمتوسطه الثانيه في منطقه سويسيفا. بالنسبه للتحضيرات لدخول المدرسه عندنا اولا قامت اللجنه البلديه مع البلديه كذلك مع بعض المتطوعين بعمليه تنظيف وطالع بالنسبه للمدارس الابتدائيه. كذلك كانت البلديه من مشروع صيانه المدارس مبلغ 600 مليون. تم بترميمات في بعض المدارس من بينها مدرسه السيفا، مدرسه البيوت، ترميمات فيما يخص المراحل المدرسيه وكذلك الطلاق في الواجهات على الاقسام. اما بالنسبه للمشاريع الجديده عندنا مدرسه جديده راهي تقريبا 90% تفتح هذه السنه، مدرسه ابتدائيه من 6 اقسام من طراز الجديد في دار وسط اقسام، فيها غير المطعم والسكن الوظيفي اللي مازالوا ما كملوش. الاقسام جاهزين، التحديث جاهز راح تستقبل التلاميذ يوم 22 يعني مدرسه جديده بطاقم جديد. بالنسبه لكذلك اقسام التوسعه عندنا قسمين استشفاء باستنتاج 70%، قسمين في البيوت جاهزين لاستقبال هذه السنه يعني كملوا 100%، واربعه اقسام في المتوسطات قلنا عبد القادر بالسوفليه مركز. بالنسبه كذلك الدخول المدرسي يعني التحضيرات راهي عاديه، فقط ان رانا نحسوا بان مثلا كل ما نروح المتوسطه ولا نروح الابتدائيه هي قضيه الاكتظاظ في المتوسطات الاستشفاء والمتوسطات يعني 3000 تلميذ اللي الطاقه تاعهم ما تستوعبش التلاميذ، وبالتالي تبقى العمليه فيما العام اللي فات. تنمويا عملية كبرى استفادت منها بلدية مستغانم تخص إصلاح شبكة التزود بالمياه الشرب، رصد لها مبلغ 100 مليار سنتيم، بالإضافة إلى عملية تهيئة الساحات بعدة شوارع. يقول رئيس بلدية مستغانم مشي ولد عابد لزهرة بوسطة. مشروع ضخم اللي هو تستفيد به بلدية مستغانم بحوالي 100 مليار سنتيم إصلاح شبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب، اللي إن شاء الله كل هذا كل الشبكة القديمة غادي تزال وتعاد إن شاء الله شبكة جديدة اللي هي بالإضافة إلى عدة مشاريع اللي هي خاصة بالبلدية من تهيئة الساحات. هذه على حسب هذه من البلدية، من ميزانية البلدية غادي إن شاء الله إعادة تهيئة ساحات عام برج عمر اللي معروفة احنا براسو بريخور، وعندنا كذلك ساحة كذلك عياشي معروفة عندنا براس ديبارات، غادي نعاودوا هذا الاعتبار نعيدوا لها التهيئة نتاعها، بالإضافة إلى ساحة أول نوفمبر المجاورة لساحة بدر اللي الحمد لله راهي تحفة، اللي راهي المواطنين كانوا ما يقعدوا فيها، راهي يجلسوا فيها العائلات وراهي كذا. نتمنوا يحافظون على هذا المكسب. غادي إن شاء الله تكون بلاصو دريكور اللي معروفة بساحة عياشي، وكذلك ساحة عمار بوجي اللي هي في بلاصو دريكور، غادي نخدموا نفس الأمر. تواصل المندوبية الولائية للأمن في الطرق لولاية مستغانم برنامجها التحسيسي للوقاية من حوادث المرور الموعد اليوم بالطريق الوطني رقم 11 بمدخل الميناء. يقول المكلف بدستير المندوبية بالفوزي عبد القادر لحسيبة بن إدريس.
في إطار مواصلة وتكثيف الحملات التحسيسية لمجابهة الأمن المروري الذي تعرفه يعني البلد بشكل عام، وعلى مستوى ولاية مستغانم ما تقوم الولاية الأمن المروري ولاية مستغانم تحت إشراف السيد ولي بحملة تحسيسية الهدف منها تقديم نصائح مرورية لمستعملي مختلف المركبات في البلاد. انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للولاية في جدول أعماله التحضير لموسم الخريف والشتاء، دخول المدرسة ونقاط أخرى. أمن ولاية مستغانم يطيح بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. تابعنا استعدادات ولاية مستغانم لدخول المدرسة العينة من بلدية سوافلية، وعملية كبرى لإصلاح شبكة التزود بالمياه الشرب تستفيد منها بلدية مستغانم بمبلغ 100 مليار سنتيم. شكرا على كرم إسرائيل الجميع، إلى اللقاء.